عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده مختلف شويه عن اي فيديو عشان هنتكلم عن اخطر تاجر مخدرات مطلوب للعداله في امريكا. ومش بس كده، راح كمان قدام البيت الابيض في امريكا وتصور وبعت الصوره للحكومه، والحكومه ما عملتش ليه اي حاجه ولا جت جنبه. هل بقى الحكومه خايفه ولا عامله نفسها مش شايفه؟ محدش عارف حاجة. كولومبيا بعد الحرب العالمية التانية كانت عايشة في حروب أهلية وعصابات مسلحة، وغير كده كانت غرقانة في فقرها، مع إن عندها احتياطي معادن كبير جدا، وغير إن موقعها استراتيجي. ولحد أوائل القرن العشرين ظهرت عصابات المخدرات، وطبعا كولومبيا يعني مخدرات، ومخدرات يعني كولومبيا، والبلد كلها بقت بتزرع وتبيع، وامريكا بتسف الكوكايين كانه سكر. وبسبب تصدير الكوكايين لامريكا بقى من اهم مصادر دخلهم وحاجه اساسيه. مين بقى اللي قاعد يتفرج على كل ده؟ طبعا هقول لكم اسطوره المخدرات بابلو اسكوبار. هو مش تاجر مخدرات وكل حاجه، بس والله اسطوره. بس قبل ما نبدا القصه بتاعتنا ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن. ويلا بينا. اسمه بابلو إيميلا اسكوبار خفيرة، مواليد 1949، أسرة فقيرة، أبوه فلاح ووالدته مدرسة. وبابلو ما كانش عاجبه الوضع، بس قالها أنا مش هموت فقير. كان طموح أوي بابلو برضه، وهنشوف الكلام ده قدام. لما وصل بابلو للثانوية بدأ يعمل أعمال شغب ويبلطج على ده شوية وده شوية، بس ما كانش عاوز كده، كان عاوز يعمل الأخطر من كده والحاجات اللي بتجيب فلوس. فهو وابن عمه جوستافو خفيرة عملوا عصابة صغيرة كده وبدأوا يسرقوا وشوية يعملوا أعمال شغب لحد ما دخلوا في الخطف والقتل. بابلو كان ذكي جدا وبيعرف يخطط، فجاب شوية رجالة وكبر النشاط وعمل عصابة أكبر شوية. وفي أوائل السبعينات بابلو بدأ إن هو يهرب كوكايين بكميات معقولة على خفيف كده شوية. أول حاجة عملها لما فكر إن هو يبدأ في مجال المخدرات إن هو يبقى ليه دولارات في كل مكان عشان يوزعوا على الناس. وبالفعل ده اللي حصل، وبابلو بقى ليه ديلارات في كل حتة في أمريكا. وطبعا الكلام ده عشان إن هو يضمن السوق. وكان فابيو ريست هو الكبير المتحكم في الكوك وفي اي حاجه في السوق. طبعا عمنا بابلو كان عاوز ان هو يبقى الكبير اللي ملهوش كبير، وطبعا فكر ان هو يخلص منه. وفي سنه 1975 فعلا مات فابيو ريست. طبعا عارفين مين اللي عمل كده وواضحه جدا. فعلا بابلو بقى هو الكبير والباقي من بعده، وباللي عمله بابلو كل ده وعنده 26 سنه وبس. طبعا بابلو كبر كميه الكوكايين اللي بتتصدر، وبدل ما كان بيروح لامريكا 2 طن بقى بيروح ليها 15 طن كوكايين. طبعا بابلو بعد كل ده كان لازم يبقى ليه ظهر وحمايه، وعمل اخطر تنظيم عصابي مسلح في العالم في الوقت ده. طبعا كان لازم يعمل كده لانه لو ما كانش عمل كده كان اي ضابط وعسكري بوكس يقبض عليه، لانه طبعا بيهرب كوكايين. وفي سنة 1976 يتقبض عليه. حد هيقول لي ازاي الاسطورة بعد كل ده يتقبض عليه وتنظيم عصابه مسلح وكل ده؟ هرد واقول لك انه اتمسك بشحنة كوكايين كبيرة جدا ياخد فيها تأبيدة مرتاح. بابلو حب يرشي قائد الشرطة في كولومبيا عشان يخرجه، بس رفض وطبعا اتقتل. والقاضية اللي هتحقق معاه عمل معاه نفس الحوار ورفضت، فاتقتلت هي كمان. ولو على المحكمة اللي فيها الورق فتتحرق المحكمة بالورق اللي فيها. وخرج منها بابلو لأن ورق المحكمة زي ما قلنا اتحرق، وبقى شعاره مع المسؤولين لا تاخد فلوس وتسكت لا تموت. سنة 1979 اتعرف بابلو على واحد من أتقل مهربين الكوك وهو كارلوس، وعمل شراكة مع بابلو وقال له احنا نشتري جزيرة في البهامس قريبة من فلوريدا، نعمل معمل كوكايين على الجزيرة ونشتري طيارات ونحمل الطيارات بالكوكايين ونرميها في البحر في فلوريدا، والناس اللي شغالة معانا تروح تاخدها وتبيعها في أمريكا. وبكده بابلو يبقى عنده نقل بري وبحري وجوي غير الدولارات اللي موجودة في كل مكان، لدرجة انه بقى بيصدر لأمريكا بس 2 طن في اليوم كوكايين. لدرجة انه بقى بيصدر لأمريكا بس 2 طن كوكايين في اليوم الواحد. وعشان تتخيلوا فلوس بابلو كانت قد ايه، بيشتري ب 4000 دولار في الشهر الواحد بس اساتك للفلوس. وطبعا ما كانش بيحط فلوسه في البنوك لانه هيتسأل مصدرهم منين يا عم بابلو، وكان بيبني مخازن عشان يحط فيها الفلوس بتاعته. والفيران سنويا تقريبا كانت بتاكل 2 مليار دولار في السنة الواحدة. وبعض الناس كانت بتعتبره من أغنى أغنياء العالم لأن صافي أرباحه من المخدرات بس 30 مليار دولار في السنة. يعني انتوا متخيلين في السنة الواحدة 30 مليار دولار؟ ده حرفيا كان يقدر يوقف اقتصاد دولة بحالها. بعد المليارات اللي عملها دي بقى كلها فكر بابلو في ايه؟
حد هيقول له هو لسه هيفكر تاني؟ ده بالفلوس والمليارات اللي معاه دي يعيش ملك طول عمره. هقول لك انا بقى كان بيفكر في ايه. فكر يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية. هتقول له ليه يا عم بابلو؟ هيقول لك ده كان حلم طفولتي وانا صغير. والله يا بابلو ده دماغه متكلفة جدا. اصحابه بقى كان لهم رأي تاني، قالوا له رشح نفسك للبرلمان الاول وخدها من تحت، والناس هي اللي هتوصلك لرئاسة الجمهورية. قال لهم طب ازاي؟ قالوا له انت لما الناس هتشوفك بتخدمهم وتساعدهم هيحبوك. بمعنى اصح اتبع نفس سياسة الزيت والسكر عندنا هنا في مصر. وبدأ بقى بابلو يدي فلوس للغلابة ويبني بيوت وملاعب ويوزع حاجات، وفعلا الناس حبته ودخل المجلس باكتساح، وبقى عضو مجلس بالنهار وتاجر مخدرات قد الدنيا بالليل. بالمناسبة بابلو دخل المجلس سنة 1982، بس يا فرحة ما تمت. الصحافة دورت وراه وجابت كل بلاويه ونشرتها بالأدلة، بس ما كانش في حل قدام وزير العدل غير ان هو يطلع بابلو من المجلس. بس للأسف وزير العدل مات بعدها، ورئيس الجريدة اللي نشرت الكلام ده عن بابلو مات برضه بعدها. أسهل حاجة تقريبا عند بابلو القتل، اللي هو يصحى من النوم ها مين عايز يتقتل النهاردة. وبعدها حصل حرب بين بابلو والحكومة، وراح فيها ناس كتير سياسيين وصحفيين ومسؤولين، وكانت ليلة كبيرة ما يعلم بها الا ربنا. ريجن كان رئيس امريكا وكان عاوز يتخلص من كل تجار المخدرات في كولومبيا، واولهم عمنا بابلو. واللي قوى قلب الرئيس مسؤول في الدولة، قال له احنا هنقتل شوية وهنقبض على الباقي. بس بابلو كان ليه رأي تاني، بدأ ان هو يقتل في الضباط ويفجر في السجون ويخرج رجالته ويخرب في كل حاجة وبيوت، واللي يموت يموت مش فارقة معاه. بس الحكومة قالت طالما محدش قادر عليه احنا نغير الدستور ونسلمه لأمريكا تتصرف هي معاه. بس بابلو برضه كان ليه رأي تاني وزعلان. القضاة كانوا في قصر العدل الكولومبي، وأجر بابلو جماعة مسلحين وعطاهم فلوس كتير، ودخلوا على القصر في يوم 6 نوفمبر 1985 وقتلوا 12 قاضي من أصل 25 قاضي. مش قلت لكم يا جماعه بابلو زعلان وبابلو زعله وحش؟ وفي اواخر الثمانينات بابلو كان عمل كل حاجه ممكن تتخيلها، والناس ما بقتش طايقاه ومحدش بقى بيحبه بسبب التخريب اللي عمله. وغير ان البلد كلها بقت بتزرع نبات الكوكا، ده النبات اللي بيخرجوا منه الكوكايين. كل حرفيا بقى بيتمنى وقوعه. الا مين بقى عاوزه يستمر على كده؟ الاتحاد السوفيتي. حد هيقول لي ايه جاب سيره الاتحاد السوفيتي دلوقتي؟ وايه علاقته اصلا ببابلو سكوبار؟ هقول لك انا، مش بابلو بيصدر لامريكا 2 طن كوكايين في اليوم؟ ده يبقى كده حبيبهم وبيحاربوا امريكا من غير ما هم يبقى في الصورة ومن غير اي تدخل. ومش بس كده، دول كمان عطوله غواصة ينقل فيها بضاعته بعيد عن العيون. وعلى فكرة الغواصة دي بتشيل اطنان الاطنان، كميات مهولة جدا. وبالمناسبة الغواصة دي ما ظهرتش خالص غير في 2018. هنا بقى لسنة 89 وكان داخل انتخابات الرئاسة بتاع كولومبيا، والمرشحين كلهم عايزين يخلصوا من بابلو سكوبار. بس عمنا بابلو كان ليه رأي تالت خالص وبدأ يقتل في المرشحين. أولهم لويس جالان، وكان أقرب واحد للكرسي، وتاني واحد كان سيزار خافيرا، وده ابن محظوظة. حطوله قنبلة في الطيارة اللي كان هيركبها وانفجرت الطيارة بالميت راكب اللي فيها. والمفاجأة إن سيزار خافيرا ما كانش موجود فيها. مش قلت لكم ابن محظوظة؟ ومش بس كده، ده بقى رئيس كولومبيا كمان. بس من حظ بابلو الطيارة كان عليها 2 امريكان، فجورج بوش قال لا كله الا الامريكان وهاتولي بابلو ده. جابوا 500 ضابط من الشرطه والجيش عشان يخلصوا عليه، وقتلوا ابن عمه وعشره عمره جوستافو خافيرا. وبعدها بابلو قال لهم انا هسلم نفسي بس يبقى ليا السجن الخاص بتاعي انا، حاجه كده 4 5 نجوم بس، حاجه فيها ملعب وجاكوزي. وقال لهم انا هجيب اصحابي في اي وقت وتليفوناتي هتكون معايا. فوافقوا عشان الاسم يبقى محبوس وخلاص. بس في الحقيقه الشغل بره كان احسن من الاول، وبابلو جاب اعداء ليه وقتلهم جوه السجن ده ودفنهم فيه. بس الرئيس قال له لازم ننقل لك سجن من السجون بتاعتنا العاديه، عشان الكلام ابتدى يكتر. دقيقتين 3 وملقيش بابلو قدامه عشان كان هرب من الانفاق اللي هو عاملها في مكانه. وبعد كده خفيرة قال لامريكا اتدخلوا انتوا عشان انا تعبت ومش قادر عليه. طبعا جورج بوش الاب فرح جدا ان هو اللي هيجيب الاسطوره بابلو وهيتنسب ليه هو. وطبعا الامريكان دخلوا كولومبيا وحطوا ايدهم في ايد اعداء البوب عشان يوقعوه بسرعه. ما طبعا اسطوره مش اي حد هيوقعه. مش بس كده، كمان جابوا اقوى محارب في العالم انطونيو كاستانو، وقالوا له اعمل اللي انت عاوزه بس المهم تجيب لنا بابلو. وبقى اي حد يعرفوه يتعامل مع بابلو يقتلوه، سواء من قرايبه او اصحابه او ايا كان. وبقى يولعوا في عربياته واملاكه وفلوسه وكل حاجه.
لدرجة ان بابلو بقى يحط فلوسه في براميل ويدفنها تحت الارض. فلوسه دي تقدر بحوالي 50 مليار استرليني وبيدورها عليهم لحد دلوقتي. والله يا بخت اللي هيلاقيهم. والحكومة تسكت على كده؟ لا طبعا، ما اللي عملوا فيهم برضه مش قليل. عرضوا 2 مليون دولار على راسه عشان الكل يقدر يدور عليه. المخابرات الامريكية وقتها عطتهم جهاز يكشف اي تليفون وموقعه وفين ورن امتى وكل المعلومات دي. وطبعا دي كانت حاجة حديثة جدا وقتها. وعلى فكرة بوب كان متجوز ومخلف بنت وولد، خوان ومانويلا، وكان بيحب البنت جدا. وطبعا زي ما قلنا في اول الفيديو، بابلو مواليد يوم 1 ديسمبر، وطبعا يوم ميلاده 1 ديسمبر والكل عاوز يرن عليه عشان يعيد عليه. وطبعا دي كانت غلطة كبيرة جدا. الجهاز قدر يحدد مكانه فين بالظبط، وغلطة بسيطة زي دي هتوقع الأسطورة بابلو. مسكوا الحارس الشخصي بتاعه، ولما بابلو عرف ان دي النهاية عطى واحدة لنفسه في دماغه. مات أسطورة المخدرات والعصابات واللي دوخ أمريكا وكولومبيا يوم 2 ديسمبر 1993. ولو وصلت لحد هنا يبقى الفيديو عجبك، ما تنساش تحط اللايك والسبسكرايب. كان معاكم حسن الخولي في ايه الحكاية.